قصة مريم في فيديو دخلت لعالم الجن بسبب لعبة أعطتني الشجاعة كتير إني أحكي شو صار مع أعز رفيق لإلي، ويلي هالقصة بتوجعني كتير وكنت بتمنى أحكيها لحدا بيوم. بكل وجع بحكي لكم بسبب عالم الجن فقدت أعز إنسان لإلي، وأسوأ شي بالقصة إنه أنا السبب. حياتي عادية، شاب عايش ببلدة صغيرة مع أهلي ورفقاتي، وبيوم إجا شاب اسمه سامر للبلدة وسكن بالمنزل يلي جنبنا، ومن أول يوم تعرفنا على بعض وشوي شوي صرنا أصحاب كتير، وصرت شوف فيه الصديق الوفي والمخلص. سامر شاب كتير طموح ومغامر وبيحب كتير يكتشف الأشياء المثيرة والغامضة، وبيعشق شيء اسمه كتب قديمة، حتى إنه كل ما نلتقي بيكون حامل معه كتاب قديم وبيقرأ فيه. كنت شوف فيه إنه حيصير عالم بالمستقبل من كتر ما إنه مولوع بقراءة الكتب، بس للأسف صرت أنا سبب دمار مستقبله. راحت الأيام وإجت والعلاقة عم تكبر والصداقة عم تقوى، وصرت أحبه أكتر من حالي، وأي شي بيسعده بحاول إني أعمل له إياه حتى لو كان صعب، ما بيهم، المهم هو يكون مبسوط. حتسألوني ليش كل هالشي؟ لأنه سامر ضحى بدراسته لحتى يضل معي. إجته فرصة يروح على الجامعة اللي كان بيتمناها في بلد تاني، بس ما راح لأنه وعدني رح يساعدني وكمل دراسته ورح يعلمني، وبعدين بنسافر سوا ونحقق كل أحلامنا مع بعض. كانت هاي التضحية أكتر شي أثر فيني، وقلت بيني وبين حالي إنه رح أعمل أي شي يسعده بهاي الدنيا، وما كنت بعرف إنه أنا رح كون السبب في دمار حياته، والأسوأ من هيك كون أنا السبب بوفاته. اجت الشتوية والجو مطر، وهاد كان أفضل فصل عند سامر. حكالي نروح لمكان هادي لأنه بده يحكي معي بشغلة كتير مهمة، ولما رحنا ورجاني كتاب بيحكي عن القوة الخارقة والروحية وأسرار الكون الغامض. بعدين بيحكي لي يوسف أحكي لك شي، بتمنى يجي يوم وأقدر اكتشف هاي الأسرار وأقدر إني طورها لصير شخص مميز، وهذا رح يكون أكتر شي بحلم فيه بكل حياتي، وكون أسعد إنسان إذا حققته. بهديك الليلة ضليت شاري بكلام وعم أقول لحالي يا ترى كيف فيني ساعد، لأنه معروف عنا بالبلدة إنه فيه هيك شي، الأرواح والأسرار، يعني بالبلدة بيآمنوا بوجود هاي الشغلات. فجأة بيهطل المطر وصوته ذكرني بمكتبة قديمة كان فيها كتب عن السحر والجن والأرواح عنا بالبلدة، كانت لساحر كتير معروف ومشهور، وهي المكتبة تدمرت حرفيا بسبب انه اجا مطر كتير وعاصفة تسببت بغرقها كلها. من هداك الوقت صارت مهجورة وما حدا بيروح عليها. قصة المكتبة كانت كتير غامضة لانه هي الوحيدة يلي تضررت بالمطر، والساحر يلي كان بيملكها اختفى عن الانظار وما حدا بيعرف عليه اي شيء. بس اكيد انا طبعا ما كنت من النوع يلي بيآمن بوجود الجن وهالشي كله، لكن لانه اعز رفيق لإلي حابب يكتشف هالعالم قررت خبره عن هي المكتبة وخليه ينبسط، ويا ريتني ما فكرت ولا تذكرتها حتى. بس اجا الصبح ركت لعنده وقلت له في إلك عندي شي رح تحبه كتير. أخدته من إيده ورحنا على الجبل اللي كانت فيه هديك المكتبة وخبرته قصتها كاملة، وهو فرح كتير وقتها. قال لي يا ترى رح نلاقي فيها شي كتب لساتها منيحة؟ قلت له ما بعرف، لأنه من لما كنا صغار بيمنعونا أهلنا نفوت لهم. قال لي صح، لأنه هالعالم صعب دخوله. هون أنا ضحكت عليه وخبرته إنه هالشي خرافات، لا تكون أهبل وساذج. تضايق مني وقتها كتير وخبرني إنه خلص رح نرجع وبعدين بنيجي ونكتشف هالمكان. مرت الأيام والليالي ونسيت الموضوع، كانت الأمور هادية والوضع تمام، بس صرت عم حس كأنه في شي صاير مع سامر، لأنه ما ضل يحكي معي مثل ما كان. في شي غريب، حتى وقت يحكي معي ما عاد صريح ويخبرني كل شي، عم حسه صار يخبي أشياء ويتحفظ على الكلام، وكتير تغيرات غير مفهوم. صارحته بالأمر لأني فكرت إنه هو زعلان مني بشي، بس قال إنه هو مو زعلان مني. ضليت عم لحها عليه، قام صرخ علي وقال مو دخلها. هون كل شي تغير، حسيت إنه مو هاد سامر اللي بعرفه، الشخص العاقل واللي كله حكمة. صارت بيننا مشكلة وافترقنا عن بعض، وتعبت نفسيتي بعدها كتير. أنا عم فكر شو صاير وشو هيك غير. ضليت أيام عم اتساءل ولوم حال، وفي ليلة ما قدرت إني اتحمل ورحت لبيته لأتفاجأ إنه مو موجود فيه، وهو ما كان أبدا بيروح على أي مكان بالليل. سألت عليه بس ما في جواب. ما نمت كل الليل وأنا عم فكر وين راح، وفجأة بلمح وجاي على البيت بنص الليل. حسيت إنه في شي غريب عم يصير، وقررت اليوم يلي بعده الحقه، وكان هذا أكبر صدمة إلي بكل حياتي.
وفي الليلة اللي بعدها لحقت سامر شوي شوي لاكتشف انه عم يروح لهديك المكتبة بالسر، وكان المشهد يلي شفته أرعب شي شفته بكل حياتي. عم شوف سامر قاعد وسط مثلث وحواليه شموع وفي ايده كتاب عم يهمس بكلمات غير مفهومة. فجأة بيطلع فيني بكل حد بعيون بتخوف. أنا هون انصعقت، قلت له سامر انت شو عم تعمل؟ جاوبني بصوت كتير قوي، روح من هون وإياك تفكر تلحقني مرة تانية وإلا العواقب ما رح تكون سليمة. صرخت بكل قوتي عليه سامر. فجأة بيقلي بصوته العادي شو بدك، وطفى كل الشموع ومسكني من إيدي وسحبني على البيت. وأنا ماشي معه مصدوم وقفت بكل عصبية وقلت له شو هاد، شو عم تعمل؟ ليش عم تخبي علي؟ شو يلي شفته؟ وكيف هالصوت؟ حتى الأسئلة ما عاد عرفت من وين بلش أو شو أفهم أول. هون بيهديني وبيحكي لي إنه راح للمكتبة لحاله وكل ليلة عم يدور على شي مميز. فجأة بيلمح كتاب قديم كتير مكتوب على غلافه شمس المعارف نسختي أنا. وهون بلشت كل القصة. سامر صار يقرأ الكتاب بفضول كبير، لكن مع مرور الأيام صارت حياته تتحول للأسوأ. صار مهووس بمحتوى الكتاب وبيقضي ساعات كتيرة كل يوم في قراءته وبيحاول يفهم أسراره. خلى عن دراسته وصارت علاقاته مع أصدقائه وعائلته تتدهور بسرعة. كل ما تقدم في قراءة الكتاب زاد هوسه وجنونه. صار يجرب الطقوس والتعويذات يلي لقاها بالكتاب لحتى تصير عنده قوة روحية خارقة، لكن النتيجة كانت عكس يلي توقعه. صارت كل التجارب تمشي عكس ما كان بده. هذا الكتاب بيكون لهداك الساحر المعروف كاتب فيه كل التعويذات لتحضير الجن، لهيك سماه شمس المعارف نسختي أنا، ويمكن هو السبب يلي دمر المكتبة والساحر. سامر صار عم يشوف شغلات كتير غريبة وبيسمع أصوات مخيفة والأشياء تتحرك لحالها حواليه. كل مرة بيقرأ فيها الكتاب صار يختلي بحاله مثل الشبح من الخوف والجنون. بس رغم هيك هوسه كل مرة عم يزيد ويزيد. كان في صفحة من الكتاب عم تقول ليصير للقوة المطلقة لازم يساوي شغلات مجنونة، وهو عم يحاول يعمل كل شي ليحقق هالرغبة. ضليت عم صرخ عليه وأقنعه يبعد عن هي الشغلات، وهو وعدني إنه خلص رح يبعد. رغم هالوعد إلا إني حسيت إنه سامر ما عاد هو سامر اللي بعرف، وصرت عم لوم حالي كتير لأني أنا السبب اللي فوتته لهالعالم. كيف هيك بإيدي أخدته لدمار حياة؟ ما كنت بعرف إنه هالشي اللي صاير رح يكون ولا شي قدام يلي جاي ويلي رح يصير. اختفى سامر وما عاد عم شوفه كتير. دورت عليه وما لقيته. رحت للمكتبة كمان مو موجود. كل حدا عم يسألوا بيقولوا لي إنه شافوه هون وهون، بس إني أنا لاقيه وشوفه ما صار هالشي. كأنه عم يحاول يبعد عني ويهرب حاله. بس رغم هيك ضليت وراه لحتى إجا اليوم اللي كرهت حالي ودخلت باكتئابي بسببه. إجت أسوأ ليلة. كل البلدة عم تصرخ وتركض لتطفي نار كانت شاعلة بالمكتبة. الحريق أكل المكتبة كلها، ومين كان فيها للأسف؟ إيه، أعز رفيق لإلي سامر انحرق بالمكتبة. بس بهداك الوقت ما مات. أسعفوه على المشفى وأنا كنت معه. كل جسمه تشوه. ضل أسبوع بالمشفى، ولما صحي طلب يشوفني. ما كان باين فيه شي غير تمه وعينيه، كله ملفوف بدوب أبيض، هدي اللي بيستخدموه بالمشفى ليغطوا الجروح. بوقتها صرت عم لوم حالي كتير. كرهت نفسي، ما قدرت شوفه بهي الحالة. دموعي ما عم توقف. بس هو حكالي قرب لعنده، قال لي إياك تفوت على العالم، إياك. أنا وعدتك بس ما قدرت. وصار يحكي لي كل شي صار معه. قال لي بهديك الليلة صار الوقت ليحضر الجن ليفوت بعالم الأرواح وياخد القدرة المطلقة للتحكم بالجن. حط حاله جوات دائرة كلها نار وصار يقرأ التعاويذ. فجأة النار صارت قوية ومسكت في ثيابه، وفي لمح البصر كل شي صار حريق قدامه وما قدر يهرب من المكتبة. قال لي بهداك الوقت اتذكر كل أيام ونحن مع بعض. هون أنا انهرت ودموعي ما عم توقف. عم أصرخ وقول أنا السبب. صار بيقول لي أنت ما دخلك، أنا يلي دمرت حالي بحالي. إياك تفوت على العالم، إياك. قال لي يوسف. قلت له نعم. قال لي سامحني. وفي لحظة هدوء سامر راح رفيقي، راحت روحي معه. صوت جهاز القلب عم ينخفض، صوت الصافرة مستحيل انساها، ولسه صوتها جوات راسي لهلا. عم اسمع صوتها وانا عم حكي لكم القصة وكأني عايش بهديك اللحظة ومو قدران اطلع منها. فقدت اقرب انسان لإلي بسبب غبائي. يمكن انا نحس،
ما بعرف، بس بحكي لكم إياها، ما كنت بعرف إنه هالشي رح يصير معه أبدا. بحكي لكم قصتي وأنا عم أرجو، لأول مرة رح أحكي ورح خبر حدا عن كل هالشي. بتمنى تدعولي لاقي السلام. لولا صلاتي وقرآني أنا كنت عملت أشياء سيئة بحالي، بس الحمد لله لساتني عم لوم حالي، وكل حياتي تدمرت من هداك الوقت لليوم. لا تنسوا تصلوا على حبيبنا المصطفى وتدعوا لسامر بالرحمة والمغفرة.